شباب جاهزين عشان تعرفوا الحل الصح؟ الحل الصح هو السلام عليكم. معكم كيمو جيمر. النهارده ان شاء الله يا شباب هنستكشف ونعرف حل اللغز ونشوف مين الشاطر الذكي اللي حل اللغز صح. وفي ناس كتير توقعت حلول كتير، وانا النهارده هقول مين اللي حله صح وهعرض تعليقه. يعني انا هعرض تعليق ثلاثة من الاشخاص، هعرض 3 تعليقات من اللي حلوا اللغز اللي ورايا اللي هناك ده. فطبعا الشباب كان حل اللغز مش بالسهولة اللي انتم متوقعينها دي، فخلينا يا شباب نبدأ الحلقة. يا شباب دلوقتي زي ما انتم شايفين ده المكان ومكتوب هنا هاي 3. الناس توقعت بدل ما انا كتبت هنا 3 يبقى الحل في البوابة رقم 3. طبعا زي ما انتم شايفين، لحظة بس يا شباب نروح للمكان. ناس كتير توقعت ان الحل هيكون البوابة دي رقم 3 علشان انا كتبت هاي 3، بس في ناس ذكية تانية توقعت الحل الصح. شباب جاهزين عشان تعرفوا الحل الصح؟ الحل الصح هو رقم 2 يا شباب. رقم 2 اللي قدامي دلوقتي ده. ليه يا شباب؟ لان زي ما انتوا عارفين هقول لكم الدليل يا شباب. اول دليل لو احنا لو طلعنا فوق هنلاقي شمعتين، وده دليل بسيط جدا جدا جدا. تاني دليل لان احنا بلوكات اللابس اللي فوق دي لقيناها مرة واتنين، يعني لقينا مرتين بلوكات لابس هنا، وده برضو دليل تاني. والدليل الاخير يا شباب ان هنا بلوكتين وهنا بلوكتين وهنا بلوكتين، يعني هنا بلوكتين لابس وهنا بلوكتين لابس وهنا بلوكتين لابس. فزي ما انتم شايفين ده دليل كمان. وفي دليل كمان يا شباب لان دي واسعة ولان دي ضيقة، ودي مختلفة عشان ضيقة شوية، ودي واسعة، يعني دي واسعة مع انها رقم 1 فالمفروض تبقى وادي دي ضيقة وادي واسعة. طيب زي ما شايفين شباب الناس كلها افتكرت ان الحل والالغاز بتاعتي سهله لدرجه، وطبعا كميه تعليقات جات لي بتقول لي رقم 3، وطبعا كل اللي قال رقم 3 غلط. الحل الصحيح رقم 2. وخلينا بس الاول نجرب نخش في الحل اللي قليل جدا اللي توقعه. خلينا بس نكسر الستون ده. اوكي شباب اظن الستون ده لازم نكسره بس كده. طيب اول حاجه او الحل الاول، انا بس شفت عشان ما يحصلش حاجه. كنت اول ما ادخل المفروض ان انا كنت هدوس على البريشر بليت زي ما شايفين، وفي طبعا TNT تحت هاي الدنيا هنا، ومغرق انا الدنيا هنا TNT. وده الباب الغلط شباب، ده الباب اللي كان غلط. طيب انا بص شباب، لا انا جات لي فكره احسن. انا بفجر ده كله بس لحظه واحده. اوكي خلينا نخش الاول الباب الصح. لا مش ده الباب الصح، هو ده. اول حاجه اكسر بس التورشات دي. عم هات التورشات دي. تمام يا شباب خلينا نكسر الستون ده. اوكي يا شباب اوكي تمام. اوكي المفروض ده كان مقفول، مش عارف اللي فتحه. تمام تقريبا ده كان المفروض كده اصلا، فعشان انا لو دخلت من بلوكات اللابس افتح ده كده. تمام اوكي شباب ده كان هيبقى التشيست الصح، ولما الاقيه هلاقي جواه خوذه، وهقول لكم الخوذه دي عباره عن ايه او ايه فايدتها دلوقتي. يعني ده اللغز التاني. اللغز التالت بقى يا شباب انا بقى مش هقول اي كلمه فيه، انا هخش كده بالبركه واجرب وانتوا هتشوفوا دلوقتي اللي كان هيحصل. اوكي ده اللغز التالت شباب، كان في كنز، واول ما افتح الشيست هيحصل TNT بس لازم اجري بسرعه. اوكي تمام بس خليني اروح اخد الخوذه لانها الخوذه دي هتفيدكم في الالغاز اللي جايه. اوكي خدت الخوذه، وانا زي ما شايفين طبعا المفروض هنا كان في بريشر بليت. خليني افجر المكان بما اني كده خلاص خلصت. اوكي شباب زي ما شايفين كنت هدخل وادوس على البريشر بليت وفعل TNT وكان المكان كله هيتفجر. اوكي شباب الدنيا هنا اتفجرت. او ماي جاد بلوكات اللابس الله هات اللابس ده قشطه، كانش معايا بيكاكس والله قشطه. طيب شباب زي ما شايفين ده اللي كان هيحصل في البيبان اللي انتوا توقعتوها غلط. اوكي شباب دول ودونا ايه ده
اوكي، فكرة حلو جدا ده، ودوني على كيف يا شباب. يعني ده يا شباب اللي كان هيحصل. الحل الناس الأذكياء هي اللي توقعته، والحل هو كان رقم 2. والناس اللي توقعت 3 عايزة تركز في اللغز بتاع النهاردة كويس جدا، لأن اللغز بتاع النهاردة برضه هيبقى صعب ومش سهل زي ما كل الناس توقعت ان الألغاز بتبقى سهلة. الناس كلها عمالة تقول بقى لا ده انا محقق بقى عشان حليت ومش عارف ايه، مع انه اللي قال كده كان محله غلط اصلا. فيعني ايه، الموضوع محتاج طيب يا شباب، انا ظبطت الانفنتوري بتاعي وطلعت كم كبير من الاماكن. اوكي يا شباب، طيب واللغز التاني شكله موجود دلوقتي حالا. في بلوكات لابس تقريبا لازم نمشي معاها. طيب تقريبا دي هتوصلنا لحاجة، فخلينا نمشي معاها. اوكي، في بلوكات خلصت ولا ايه؟ ممكن يكون تحتها حاجة. استنوا كده يا شباب ننزل، ممكن نحفر شوية، ممكن يكون تحتها حاجة ولا حاجة. لا يا شباب مش تحتها حاجة خالص. طيب اوه ماي جاد، في بلوكة لابس تانية يا شباب. اوكي ده تقريبا ده طريق بلوكات اللابس، طريق البلوكات. لازم نمشي مع البلوكات دي علشان نوصل للمكان بتاع اللغز التاني. اوكي قربنا شكلنا. اوكي يا شباب وصلنا القرية. شباب وصلنا القرية. اوكي شباب، قرية كبيرة جدا، بس في بيت هنا محطوط عليه بلوكات لابس. اظن مثلا ممكن يكون فوق حاجة، خلينا نركز كده اشوف. تقريبا مفيش حاجة يا شباب. طيب خلينا نخش البيت. ايوه الحل جوه البيت شباب، اهو حاطط لي بلوكة فوق الباب. طيب خليني ادخل. اوكي شباب مفيش اي حاجة. اوكي شباب في بلوكة لابس. اوكي كسرت تحت البلوكة اللابس، لقيت طريق. ايوه صح احنا كده ماشيين صح يا شباب. طيب خليني هنا. اوكي في بلوكتين لابس كمان، نركز كويس بقى في اللي هيحصل، الحل الجديد واللغز الجديد. طيب يا شباب اوكي حلو جدا. اول حاجه نشوف بس الابواب دي. نشوف الابواب دي يا شباب. اوكي في هنا اسمها دي بتاعت اللوح، ولونها اسود ومكتوب عليها 3. في هنا لونها عادي نفس اللون اللي ودانا قبل كده للصح، ومكتوب عليها 1 و2. في لوح. اوكي شباب، يلا شباب اتفرجوا على اللوح وحاولوا تحلوا اللغز الجديد، وحاولوا تفهموا ايه اللي بيحصل في اللوحة. فصلوا اللوحة واحدة واحدة. اوكي سيب لكم عليها شوية كده. تمام شباب، فصلت اللوحة دي. خلينا نشوف اللوحة التانية. تمام، اظن انا فاهم معنى اللوح، بس مش هفهمه لكم لان ده هو اللغز. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين هنا اللغز خلاص كده تمام جدا. زي ما انتم شايفين هنا في 1 و2، وهنا في 3، وعندنا هنا لوحة 1 ماشي كده، وعندنا برضو في واحد هناك اهو نفسه هو ده، بس في فرق شوية. حاولوا بقى تفهموا انتوا حل اللغز وتختاروا الباب. وطبعا يا شباب اللي هي يعني المرة دي بقى هكتب 1 بس، للأسف مش هعرف اكتب اكتر من كده. فيلا بسرعة كلكم انزلوا في الكومنتات بسرعة جدا جدا جدا، اكتبوا حل اللغز عشان اكتبكم. بس شباب ده كان الفيديو، لو عجبك متنساش اللايك والاشتراك، وسلام.